اهلا بيكم في رابع مره من جايبانا من تحت. في قصص نجاح كتير مش بتكون بادئه من القمه، في حكايات كتير ورا الكواليس محدش بيحكي. احنا احنا هنا هنا جايبينها جايبينها من من تحت. تحت. معانا النهارده واحد من اهم صانعي المحتوى في عالم السيارات. بدأ بحبه للسيارات والفرجة عليها، وبقى من أهم الكار فلوجرز في مصر، وبقى مثل أعلى لناس كتير. معانا النهارده كار فلوجر احمد الوكيل. يعني ازيك؟ بص الحلقه دي بالذات يعني كلنا مستنينا بقالنا كتير جدا والله. دي والله حقيقة. انا عايز اشكركم يا بلال ويا رقية ان انتوا استضفتوني اساسا. لا 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 ما يا لا راجل ما تقولش شكرا. كده، ده انت والله يعني شرف ليا والله، ومبسوط قوي ان انا قاعد معاكم وعاملين شغل تحفه لا الصراحه. والله احنا بس بجد والله. مبسوطين اكتر بكتير. حبيب قلبي، بس احنا هنقعد بقى كده انا وانت رجليك بقى انت. لو انا تعبت انا هفرد عندك وانت تفرد رجلك عندك. اتفقنا. ماشي. احكي لنا بقى انت جبتها من تحت ازاي، ويعني ايه اللي خلاك تختار مجال العربيات بالذات وانت تبدأ كاريرك؟ والله انا في البدايات خالص يعني، وانا صغير خالص ما كنتش عارف انا عايز ايه، كنت متخبط يعني، ما فيش مثلا حاجه حبيتها من طفولتي قوي وفضلت بقى ماسك فيها، كنت كل فتره احب حاجه مختلفه يعني. مم. العربيات جت في فتره اخر المدرسه، اللي هو مثلا في اولى ثانوي تانية ثانوي، الحته دي بدات اهتم بالعربيات شويه. بس حته ان انا جايبها من تحت، في ناس كتير قوي بشوفها بتتكلم على السوشيال ميديا ان وكيل جابها من تحت الكلمه دي اصلا كلمه كبيره قوي يعني، في ناس جابتها من تحت بجد، ان هم اتبهدلوا قوي، ما كان عندهم ظروف صعبه قوي. انا عملت حاجات كتيره، بس في نفس الوقت الحمد لله يعني ما كنتش اللي هو الشخص اللي اتبهدل اللي اتفرم اللي اتمرمط، لا اشتغلت. مم. لكن طبعا الناس لما تيجي تتفرج على البدايات خالص، مثلا ان انا في فتره من فترات مثلا كنت شغال مثلا في مجله، وكنت مثلا لازم في قسم مثلا العربيات المستعمله اروح اعدي على معارض السيارات، اقف اتحايل على السيلز اللي بيشتغلوا في معارض السيارات علشان بس يرضوا ان انا اصور العربيات عندهم، وبعدين يقعدوا معايا بس 10 دقايق يقولوا لي كل عربيه موديل كام وماشيه كام وكده، عشان انزلها عندي في المجله مثلا اللي انا شغال فيها. مم. ده مثلا من وجهه نظر ناس ده جايبها من تحت، اللي هو بص كان بيعمل ايه ودلوقتي ايوه طبعا. المعرض نفسه ان هو يعدي يعني. ده المبدا. بس طبعا الحمد لله انا برضو بيبقى فيه جزء كبير ربنا بيوفقك فيه يعني في طبعا. ناس كتيره جدا اشطر مني وارد، ممكن يكونوا اجتهدوا اكتر مني، تعبوا اكتر مني، ولسه بس فرصتهم ما جاتش. لا بس انت برضه الموضوع بدأ معاك يعني انت يعني كنت زي ما انت بتقول، انت كنت الناس دي بتشوفها بس بتبقى نفسك بس ان هم يعني فاهم يشوفوك او يسلموا عليك او حاجه. وانت دلوقتي ما شاء الله دلوقتي الناس دي اللي بتجيلك، فانت اه قصه يعني انت بالعكس لا انت طبعا. انت يعني انت المثل ده يتطبق عليك ان انت اللي بجد وانا جايبها من بقول تحت. انهم مش بقول انهم ما يتطبقش، بس قصدي بجد. المسمى بحسه كبير عليا ان انا جايبها من تحت دي. يعني بحس ان ده مسمى في ناس احق بيه مني. انت بس المتواضع زياده شويه. حبيبي انت واحد جايبها من تحت يا عمي بقى. والله بجد. بنحاول ما تخيش والله. بقى نقلب البودكاست عليك بقى، نفضل نتكلم. رقية بقى هي اللي هتحكي لنا قصتها برضو بقى، ايوه عشان انا. احكي لك جايبها بس من فاكر تحت الحلقه برضو صح؟ يعني يعني. أوكي. طب انت في رحله العربيات وحياتك كلها ناحيه الاوتوموف، ممكن في يوم من الايام تبقى اوتوموف دايركتور، تعمل بقى فيديوز للعربيات وهاي واي وكده؟ ما هو حسب انا هخرج ايه يعني. انا اصلا اوكي. كده مش واحد لا دارس اخراج ولا تصوير ولا حاجه، انا اتعلمتها بالفطره هوايه من كتر ما يعني. بتفرج على الريفيوز او البرامج بتاعت العربيات من بره وكده، فابتديت اتعلم شويه. عندي نوعا ما شويه السنس بتاع ان اوكي. تقطيعات المزيكا الحاجات دي بتفرق معايا قوي. فانا فيديوهاتي انا اصلا انا اللي يعني معايا مونتير معايا مصورين وكده، بس انا اللي ببقى راسم شكل الفيديو جوايا. فممكن بس مخرج بقى الاعلانات مثلا دي قصه تانية، بس ايوه انا بحب ده يعني، بحبه قوي. يعني لو جالك فرصه عندك حد هتجرب ده؟ في هقول لك بعد الحلقه. يعني لو في فرصه قول لنا. تحسين دخل. تحسين دخل. طب انت من وجهة نظرك كصانع محتوى سيارات، ايه اللي بيميز صانع محتوى عربيات ناجح عن اي حد بيحب عربيات وعايز برضو يخش في الحتة دي؟ والله بص، هو الموضوع ده حلو ان دلوقتي بقى صناعه المحتوى بتاعت السيارات بالذات ما بقتش زي زمان يعني. انا اول ما بدات كنا نتعدى على صوابع الايد الواحده. دلوقتي بقينا كتير جدا دي جدا حقيقة. جدا. وفي ناس كتيره قوي شاطره، وفي ناس بتجتهد، وفي
هي الفكره كلها ان مش السيارات بس، اي محتوى عامه النجاح في حته ان انت تبقى فعلا مقتنع باللي انت بتعمله، مش بتعمله علشان خاطر عايز تتشهر منه وخلاص، او صح. يعني صح. تبقى مقتنع باللي انت بتعمله، فاهم اللي انت بتعمله، وعندك رؤيه اوريجينال بتاعتك انت، يعني تكون حاجه ما بتحاولش تقلد حد، ليك كده سكه معينه ده، وتبقى يعني عندك استيعاب الحاجه اللي انت بتنزلها الناس هتشوفها ازاي، تبقى انت متوقع رد فعلهم. دي خبره بتكتسبها مع الوقت يعني. صح. فهي الفكره في كده، ان انت بس تبقى ايه، تبقى الشخص المميز هو الشخص اللي مصدق اللي هو بيعمله قوي، فاهم فيه كويس، وبيعمله بشغف، ما بيعملوش أيوة. بس عشان خاطر هو الموضوع ده جايب الفتره دي. فاهم؟ في ناس كتيره دلوقتي كده على فكره، في ناس بتعمل محتوى عربيات بس هم اصلا ما بيحبوش العربيات للدرجه، بيحبوها كده من بره، لكن ما عندهمش الشغف الرهيب بتاع العربيات يعني. انا كمان متهيألي اللي حبب الناس فيك قوي قوي يعني، بشوفه ده طبعا مش عارف قرايب بقى والكلام ده، ان انا فاهم بقول لك على فكره انا خاله يعني انا ما اعرفش المعلومه يا جماعه. انتوا عارفين الموضوع ده ولا لا؟ بس انا خاله لازم حصل والله. يعني مش في مقام خاله، لا انا خاله. هو خالي بس هو ما شاء الله شبه اخويا الكبير. ان انت ان العربيات دي حاجه مش كل الناس بتحبها او بتفهم فيها، وخاصه البنات، بحس كده يعني، مع احترامي يعني والله يعني بحس كده. بس انت خلقت لنفسك اسلوب وطريقه، بقى الناس حتى اللي ملوش في العربيات بقى بيحبها وبيحب يتفرج على الفيديوهات بسبب الطريقه اللي انت بتتكلم بيها. وقت مثلا ما عملت فيديو بتاع سيتروين ده سميتها رؤى ومش عارف فانت بتربط حاجات بحاجات، فبتخلي الناس ايه ده، انت بتخلي الناس تحب انها تتفرج قوي على الفيديوهات دي، طريقتك نفسها. ما هي الطريقه دي ما بداتش بقى بيها كده يعني. انا اول ما بدات كنت عايز ابقى بتاع العربيات، المحتوى اللي بتكلم بالمصطلحات بالارقام مش عارف ايه. بعد كده مع الوقت ابتديت ادرك فعلا ان احنا قليلين قوي، الناس صح. بتحب العربيات قوي، صح. المجانين دول يعني، احنا كده دايره قد كده. قلت طب ما ابدا اشعبل لي الموضوع شويه واخليه بسيط، ان الناس حتى لو حد ملوش في العربيات ممكن يتسلى. تتعلم. صح. يبقى محتوى يعني يبقى مسلي. انتوا كمان فئه الكار كولكتورز والكار فلوجرز بقيتوا يعني، انا عارفكم طبعا بقيتوا ما شاء هو انا الله. بكون فئه الكوليكتورز اصلا؟ والكول يا دي باشا هتودينا في ده كوليكتورز. بقيتوا دلوقتي انا راكب تيبو بره يا باشا بورش ما شاء الله يعني، ربنا يا رب ماشي. يحفظها لك يعني. بس مش دي واحده. بس بقيتوا يعني دلوقتي عدد حتى رودز اند رايدز اللي تطلعوها كل صيف دي ما شاء الله بتبقى مش عارف كام عربيه وكام حد طالع، فبقيتوا دلوقتي لا يعني بقى ليكوا وضعكم في البلد يعني. ايوه حبيب قلبي، بقى ليكوا وضعكم والله. لو عايز اي حاجه معاك هديك. انا ممكن انا هخش باللغه معاك موافق عامه. انت تنور والله. احنا بقى ممكن نبعد عن العربيات شويه ونخش في الاعلام والراديو. القصه ايه ايه اللي جاب الاعلام والراديو والعربيات؟ هي عربيات كنا برضه، ما انا بعمل برنامج في الراديو من 2017 عن العربيات، برنامج اسمه ست نقلات. وده كان جالي في وقت بسبب ان انا كنت بعمل يعني، كان عندنا تيم كده وعاملين ويب سايت اسمه كايرو درايف وبتاع، وبعد كده وقف. وكنت ساعتها خلاص هسيب الموضوع ده، لان انا كنت وقتها متجوز وبتاع، فكان لازم اعمل حاجه تجيب دخل يعني. بس بقى قلت لا، احاول تاني ان انا اعمل المحتوى الشعبولي ده لوحدي. فبسبب المحتوى ده لما قناه الراديو دي او المحطه بتاعت الراديو دي جت تفتح، فلما جم يقولوا هنعمل برنامج عربيات، انا كنت من الاسامي اللي اقترحوها ان انا اعمل البرنامج ده. فجت كده كلموني قالوا لي في عايزين نعمل برنامج راديو، وعايزينك تيجي تعمل تيست فويس تيست وبتاع ونشوف. فرحت انا كمذيع، مش مذيع راديو خالص، بس كعربيات عندي معرفه يعني. فرحت وعملته واتقبلت، ودلوقتي هو بقى داخل على 10 سنين في عندي البرنامج ده بقى له 10 سنين. فهي جت كده يعني. انا فاكر جت معاك مره ودخلت مره اكتر من مره. لا انا جيت معاك وعملت ايوه عملت مداخله في استضفت. لا انا كنت فاكر انت دارس اصلا اعلام. لا انا انفورميشن سيستم، انا نظم معلومات وكمبيوتر. كده انت مش حقوق؟ لا فاكرك حقوق والله. لا انا مش حقوق. اوكي كنت زماني بسقط انا لو كنت حقوق. طب والكليه نجحت فيها؟ يعني نجحت بتقدير ولا نجحت لا نجحت يعني ما سقطتش ولا مره، خدت ال4 سنين على بعض، وفي بس سنه تانية شلت فيها محاسبه. بس غير كده لا، خدتها مره واحده. بس هي كانت سهله يعني، انا كنتش اصلا بروح يعني، ما رحتش غير اول سنه بس عشان كنت مشترك في الباص. فكنت اول سنه بروح موظف. كانت قد ايه من بيتك الكليه؟ في المعادي، انا كنت في مصر الجديده وهي في المعادي. مسافه برضه. بس بعد كده لما جبت عربيه ما بقتش اروح خالص غير على الامتحانات. فدي برضو فتره انا ندمان عليها في حياتي، ان انا ما اتعلمتش حاجه خالص مفيده في الدراسه في ال4 سنين بتوع الجامعه يعني. انا بعتبر نفسي في حكم الناس اللي معاها ثانويه عامه.
يعني انا زي اللي معاه ثانويه عامه، انا ما اتعلمتش حاجه خالص في الجامعه. طب وبعد التجربه صراحة. التجربه بتاعت الراديو يعني آه. كان نفسك تدرس اعلام في الاول لو رجع بيك اكيد الوقت؟ لو رجع بيا زمن طبعا، يا ريت يا ريت كنت ممتعة ابقى شاطر زيكم كده. غير المتعه انت هتستفيدي يعني، وبعدين انتوا ما شاء الله التيم ده كله انتوا كلكم دارسين حاجه زي بعض يعني، كنت انتوا بتشجعوا بعض. انا كنت بقف في المرغني يعني في المرغني. ما كانش في عارف حاجه. سبوتاي على فكره. بالظبط. عارف. فعشان كده لا، لو يرجع بيا الزمن طبعا نفسي كنت ابقى دارس حاجه يعني تفيدني في اللي انا بعمله يعني. طب انا دلوقتي واحد عايز ابدا صناعه محتوى سيارات، تقول لي ايه النصيحه اللي تديهاني او ايه اللي ممكن ما انا أعمله؟ بقول لك انك انت تبدا مبدئيا، ان انت ابدا. تحط افكار مم. تكتبها وترتبها في دماغك وتبدا تشتغل على فكره، مش بقى تشتغل انك تقعد تحسن فكره على الورق يعني، خلاص خلصتها على الورق ابدا صور مم. وابدا نزل. مم. لان هو ده بقى اللي انا لو رجعت لك بالزمن للفيديوهات اللي نزلتها في الاول مش هتقدر تستحمل تشوفها. مم. بس هي كده، هي تطور. كانت طويله ولا الايديت كان ايه ولا ايه اللي في وقتها كانت طويله، لان وقتها ما كانش فيه انستجرام وفيسبوك والحاجات اللي هي السريعه دي، كان وتيك توك وكده، كان يوتيوب. أوكي. وانا اصلا قبل ده بقى كنت بكتب كمان يعني، كانت الكونتنت بتاعي كان محتوى سكريبت مجلات مطبوعه. فالبدايه بتاخدك على طول اللي بعده. فانت مم. عايز ده مش انت ده بقى مش انا عامه. اللي عايز هو من ساعه يبدا. ما جاب عربيه وقلبه مات بقى على عايز العربيات يبدأ. جامد قوي. هسألك سؤال بقى بعيد قوي عن العربيات وكل ده. اوكي. جاهز؟ اه عايز اعرف اكتر حد اثر في الرحله دي كلها ايه؟ اثر فيها مش شرط في المجال، ممكن يبقى بره عادي. حياتك عامه. من ناحيه المجال اللي اتاثرت بيه قوي، وكنت حاسس ان انا عايز اعمل، نفسي ابقى يعني واحد على مليار منه. راجل اسمه جيرمي كلاركسون، اوكي. ده المقدم بتاع برنامج توب جير. ده انجح برنامج، مش هقول لك عربيات، من انجح البرامج اللي اتعملت في العالم. هو برنامج عربيات، انت فاهمه هو مدى الصعوبه. ده اتعلمت منه كتير قوي والهمني ان انا يعني اشتغل اصلا الشغلانه دي. ده على مستوى لو حد بقى على مستوى يعني الحياه بتاعتنا يعني، طبعا امي الله يرحمها وابويا. وبالذات كمان امي، يعني امي كانت من الداعمين جدا. كانت بتحب العربيات زي؟ لا خالص خالص خالص، بس هي كانت في ظهري ان انا اكمل، لان انا قعدت فتره كبيره قوي بشتغل الشغلانه دي. هي مش شغلانه، ما كنتش بدخل فلوس خالص، بس وكنت متجوز ومخلف. فلولاها هي وابويا ربنا يا رب يديله صحه يعني، ما كنتش اصلا، كان غصب عني كان لازم ما اكملش، وكان لازم اشتغل شغلانه وظيفة 9 ل 5 لان عشان اعرف مكتب. ادخل فلوس. صح. فهم الصراحه يعني هم الاساس، من غيرهم ما كنتش اصلا عملت اي حاجه يعني. الله يرحمه. طيب انا هسألك سؤال بعدين هنخش مع بعض في فقرة تانية كده. ماشي. انت طبعا كونتنت كله على اليوتيوب بتنزله. ايه اكتر فيديو قريب ليك نزلته على يوتيوب؟ هم فيديوهين. اوكي، حاسس ان اعرف واحد فيهم بس ماشي. فيديوهين او 3 الحقيقه، هم 3 فيديوهات. انا بكل اللي انا عملته ده هم فيه 3 فيديوهات. الفيديو هناخده بالترتيب، مش من الاهميه او بس ترتيب الوقت يعني. اول واحد فيديو بتاع عمر، كنت خدت الفراري. عمر ابني رايد كده في عربيه فيراري وعملت له مفاجاه، وكان فيديو كنت ساعتها لسه مش مشهور قوي على فكره خالص. وعملت الفيديو ده ونزلته ونمت وصحيت لقيت فايرل. لا مش فايرل في وقت كانت صعبه الحاجه تفايرل فيه، ملايين بقى، وملايين في مصر وبره مصر. فالفيديو ده اصلا من الحاجات اللي شهرتني اصلا. فالفيديو ده قريب مني جدا. الفيديو التاني لما الفيديو بتاع الكورولا لما جبت لبابايا عربيه برضو مفاجاه، ده برضو فيديو قريب مني قوي قوي يعني، بحبه جدا. والفيديو الاخير اللي هو اخر فيديو نزلته خالص بتاع البورش، بتاع البورش. هو اصلا مش فيديو عن البورش قوي، هو فيديو عن حاجه تفيد الناس. فحسيت انا برضو ما كانش قريب مني وانا بنزله، بس رد الفعل اللي جه من الناس عليه خلاني احس ان هو لا، هو فعلا ده فاد الناس شكله في حاجه يعني. ايوه صح. بس ماشي هنلعب معاك لعبه. بص احنا معانا لعبتين، لعبه افلام ولعبه عربيات. تحب تبدا بايه؟ اختار انت. بما اننا اتكلمنا في العربيات كتيره في الحلقه، فممكن نبدا بافلام. او نلعب افلام يعني. نلعب افلام. وربنا يستر. انتوا بقى دي حتتكم بقى. ماشي. لا حاجه بسيطه. تيجوا عليا شويه. هقول لك 2 ممثلين. اوكي. وانت هتقول لي ممثل مشترك بينهم، اشتغل مع ده واشتغل مع ده. باسم الفيلم. باسم الفيلم او مسلسل يعني ايا كان.
ماشي دي عايزه ده عمليه حسابيه، ده مش يعني معلومات عامه دي. يعني يعني يكون اشتغل مع ده لوحده وده لوحده. بالظبط. طيب جرب كده، نجرب. احمد مكي واحمد داش. احمد مكي واحمد داش. حد مشترك اشتغل مع ده واشتغل مع ده. اوكي. ما هو اصل احمد مكي سهله، ممكن اقول لك حد اشتغل مع احمد مكي كتير، لكن احمد داش انا عشان ما بشوفش الحاجات الجديده، واحمد داش يعتبر جديد شويه فمش بتفرج قوي. بس تعالى مثلا نجرب ونقول هبقى بفتي اصلا. احمد داش مش فاكر له، احمد داش مين مسلسلات اكتر من افلام. عمل يعني افلام. بص هقول لك، هسهلها لك. ايوه يا ريت. فيلم عمله زمان كان صغير اصلا. كان لسه ما بقاش داش بتاع دلوقتي. ايوه كان صغير. اوكي. وتقريبا من اوائل اعماله كان فيلم كوميدي يعني. لا ما كانش هو كان فيه، لا ما كانش كوميدي قوي بصراحه. هو كان فيه رساله اكتر من ان هو فيلم كوميدي يعني. صعبه قوي بصراحه يعني. كان اخراج عمرو سلامه. يبقى عمرو سلامه. لا عمرو سلامه ما اشتغلش مع مكي اصلا. عمرو سلامه ما اشتغلش مع مكي. لا هو ده مخرج اصلا. ده مخرج، لا. كده بقى اي حد بقى. لا يعني كانت احداثه بتدور في مدرسه. ايوه ماجد الكدواني. ماجد الكدواني. لا مش ماجد لا مش الكدواني. ماجد الكدواني. لا مش ماجد الكدواني. اتلخبطت ما بين فيلم اللي هو طب سهلها له شويه كمان معلش. طب ماشي. على نفس الفيلم. يعني لطفي لبيب. كان لا بتقول اي حاجه عامه. انا عشان مش عارف اي عمل لاحمد داش. بص كان هو في مدرسه انترناشونال وحصلت ظروف لاهله وبتاع. ايوه نقلوه مدرسه حكومه. ايوه عارف الفيلم ده، كان اسمه مش كان فاكر هو اسمه. صغير برضه. اللي هو لا مؤاخذه باين. ايوه لا مؤاخذه. لا مؤاخذه. حلو. ايوه ممثل بقى كان في الفيلم ده اشتغل برضه مع مكي واشتغل معاه في مسلسل عشان اسهلها لك خالص. لا مؤاخذه. المصيبه بقى ان انا مش فاكر فيلم مؤاخذه ده كان مين اللي موجود فيه. كايه فراج مثلا. مش فراج ما اشتغلش مع مكي برضه. هسهلها له مع مكي. سهلها لي سهلها لي شويه. مكي عمل مسلسل مكون من 6 اجزاء، الوحيد اللي عمل مكون 6 اجزاء. الاختيار. لا الكبير. كبير. مؤاخذه. كان في دور كده في المسلسل دكتور القريه. بيومي فؤاد. انا اصلا لو كنت قلت بيومي فؤاد ده يمشي على السؤال ده لاي ممثل. اي ممثل. يا ريتني قلت بيومي فؤاد. ايوه صح. هو حنفيه بتنقص. نلعب راوند تاني. يا ريت. ده بس دي اسهل شويه. اي كيو البجعه. دي اسهل. ماشي. تامر حسني وغادة عبد الرازق. هما ما اشتغلوش مع بعض هما، بس تامر حسني وغادة عبد الرازق. ايه مي عز الدين ولا ايه؟ لا مش مي عز الدين. استني هقول لك انا بقى. انا هقول لك دلوقتي. ما اشتغلش مع منى زكي اهو. خرب بيت دي لعبه. مين اللي اخترع اللعبه المنيله دي؟ لعبه بتلخبط. لا بس اللعبه فيها سودوكو الافلام يعني. اسهلها طيب. يا ريت شويه. هو ممثل مش ممثله. هو ممثل. هو ممثل. مين بقى؟ هو ممثل فعلا. هو ممثل مثل مع تامر حسني. فيلم جديد شويه مش قوي يعني بس. اكرم حسني. لا اكرم حسني ما اشتغلش مع غادة عبد الرازق. انا عمال افكر في افلام لتامر حسني فاهم. مش عارف. انا بفشل بان عليا. احمد. لا كده. احمد. لا مش احمد. عشان ابو احمد انت واحمد لسه كنت هكمل الجمله. اقول لك احمد. مش احمد اللي مثل معاهم. لا هو يعني ممثل سنه مش صغير يعني، هو متوسط. غسان مطر. لا مش غسان مطر. ممدوح فرج مثلا. انا بقول نلعب العربيات. طب نخش له في لعبه العربيات. ايه؟ في لعبه العربيات. ايه؟ لعبه العربيات. لا خش في لعبه العربيات. لا اللعبه دي صعبه قوي. طب استنى نقول له. طب الاول الاجابه. مين اللي جايبها؟ طب مين اللي جايبها صحيح؟ عمرو عبد الجليل. عمرو عبد الجليل. هو عمرو عبد الجليل. عمرو عبد الجليل. كلمني بس شكرا. هو عمرو عبد الجليل ايه اللي شغاله مع تامر حسني؟ عمل فيلم تاج معاه. ما شفتش انا فيلم تاج ده. انا ما شفتش الجديد ده. ما انا الجديد والله ما بخشش انا. ما دخلتش. خلاص دلوقتي. مش ده اللي هو كان سوبر هيرو؟ بيطير. ايوه كان بيطير. هوريك عربيات هخش فيلم لتامر حسني وهو بيطير ليه؟ اول سوبر هيرو مصري بايه؟ لا كان في رجل عناب قبله. ماشي. هوريك صور من عربيات من افلام وانت عليك تقول لي العربيه دي نوعها ايه. ما هنقول لك اسم الشهرة اللي كان طالع بيه العربيه دي. ولو انت كمان عارف اسم الشهرة يبقى درجه كمان
بونص. درجه زياده، ماشي. درجه زياده. اوكي. فيلم اسمه العيال كبرت اه والعربيه كان اسمها عزه. ايوه هتجس بقى وهوريك شكل العربيه. ايوه عارف عزه وعارف الفيلم. هتجس اسم العربيه. ما هي اسمها عزه، انت عايزه لا، عايزه نوع- اسم نوع نوع العربيه بقى. دي القديمه دي. اه دي لا ده صعب عليا قوي دي. لا انت تقريبا عربيات هاتها بقى. بالشبه يعني، هاتها بالشبه. اصل كل العربيات القديمه في الحقبه دي كلهم كانوا شبه بعض، فانا بصراحه ما وريني كده. ما تدوسش بس على الصوره عشان عارف كنت دي بقى لا مش عارف، انت مش عارف انا. مش شرط تقول كذا كذا يعني، هو فاهم مثلا يعني هو النوع بس الماركة. فورد؟ لا مش فورد؟ لا. مش هي ماركه من بتوعنا بتوع اليومين دول. اه عزه كانت ايه يا بلال؟ ما تقول اي حاجه يا ابني، خالك يا ابني في مأزق بقاله 3 ولا اسئله افلام بيستحمر. ولا عربيات. لا انت هو السؤال جبت صح عادي تمام. ما قلتش السؤال. عادي عادي بتحصل. هتجيبها سهل. هي مش فورد كده كده هي مش لا. فورد كده كده. ولا الحاجات الماني. طب ما تقولي البلد وانا اقول لكم طبعا، ولا حد فيكم عارف محدش عارف البلد؟ البلد. انتوا واخدين الاجابه وعاملين هتجيب لنا فيها السؤال احنا. عارفين عاملين فيها فاهمين. الماني العربي فرنساوي. جنسيتها ايه؟ انا بس كده بنت والله مش في العربيات. بالنسبه لي دي عربيه جينيريك يعني، هي انا ما اعرفش. طب هاتيله الثانيه، هاتيله الثانيه. هاتي لي الثانيه معلش انا. التاني الراوند بتاعتك بقى. ماشي احمد لوكي من علي بابا اكسبريس. ماشي. فيلم بنك الحظ. سامي يا جمال. سامي يا جمال. عايز ايه بقى انت؟ نوع العربيه اخينا، نوع العربيه كان ايه؟ فورد. كان فورد ولا كان ايه؟ انتوا اللي جايبين دي الاجابه. مش فورد دي. ما اعرفش برضو انا ماليش في مالكش في القديم؟ يا ابني ما دي قديمه قوي. نجيب استاذ يحيى رشدان بقى اللي اللي هو والله ابعتهم ليحيى. جايب هو يعني ولا الأسئلة دي. واحده ولا دي ولا دي. ولا دي ولا دي بصراحه. خلاص احنا انا بعتذر، احنا ممكن نحذف الحلقه دي. انا من هنا بناشد استاذ يحيى رشدان يجاوب هو على ويجي هو في بودكاست معاكم. يجاوب على احنا ممكن السؤالين نوري له دول. الصوره في الكاميرا بس عشان يجاوب على يكتب لو في السؤالين جاوب الكومنت. هنحطها له في المونتاج اخوك كده مزنوق يا يحيى. متعلق. اخوك مزنوق. ودي التانية. ودي انا عارف اسمها سامي يا جمال. سامي يا بس مش جمال. عارف نوع العربي. مش عارف. التانية عزة. والتانية عزة بالظبط. احنا انبسطنا معاك قوي النهارده حبيب قلبي والله انبسطنا معاك ضحكنا بجد قوي 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 يعني كانت حلقه. حلقه جميله جدا. مجات. انت ما شربتش على فكره، انت ما شربتش. شربت اهو. عصير التفاح. شربت العصير؟ ما شربتش. ده انتاج صارف هنا عندنا في البيت. والله جميل بجد والله والله. بجد كانت حلقه منتظره جدا جدا ده جدا. حقيقة. كنا كلنا مستنيينها يعني، كنا فاهم بنعد الايام وكيل جاي امتى وكيل جاي امتى. وكانت حلقه انا حتى من قبل ما الحلقه نعملها بقول لهم هتبقى واحده من احلى الحلقات، انها فيها كلام كتير هيتقال يعني، قصته ملهمه وهتشجع ناس كتير ان هم حبيبي يا بلال والله انا مبسوط قوي، وشكرا ليك وشكرا رقية ميرسي وشكرا والله للناس لا، اللي ميرسي. مش مصدق عدد الكرو يعني. انا مش هو مصدق كرو. نفسي يعني. لو ده اول مره تعملوا بودكاست ومعاكم 400 نفر شغال عليه، امال لما البودكاست يكبر هتعملوا لوكيشن بقى، لوكيشن هتصوروه في فيلم. الاستاد. لوكيشن فيلم في استاد القاهره. والله بجد انا مبسوط جدا، ويا رب انت كمان كنت تكون انبسطت معانا قوي يا رب. قوي قوي وتكون قوي. كده حلقه جميله باذن الله. حبيب قلبي. ولازم تعرف نوع العربيه. خلاص بقى وبس عايز عليا بقى. انت قلبك اسود قوي. عايز تقول حاجه ثانيه؟ لا انا خلاص عايز اعرف نوع العربيه بس. هنعرفها بعد ماشي، الحلقه. خلاص اتفقنا. اوكي. هسألك كده حلقتنا خلصت مع استاذ احمد الوكيل، اشهر كار فلوجر في مصر والوطن العربي. انا والعالم برضو. اشوفكم الحلقه اللي بعدها ان شاء الله. سلام. هي مين دي؟ اول واحده. لا يمكن اللي هي عزة. 504. لا هي والله. لا 504 دي عربيه ثانيه. ايه؟ هي ممكن تبقى بيجو. ما طب انا سالتكم فرنساوي